قامت هيئة الدفاع بتقديم بيانات خطية تثبت أن الوثيقة صحيحة، وبيانات شخصية لسماع شهود سياسيين أردنيين وسياسيين عراقيين. خبر كان صحيح، منشور على أكثر من موقع عالمي وعربي، تم نشر مواقع أردنية عدة، اختير عدد من المواقع. ما ودناش نقول السبب الاختيار، يبدو أنه لتكميم الأفواه، يبدو أنهم مش مع اتجاه معين. تم اختيار هاي الفئات من المواقع الإخبارية لرفع دعوة عليها من أجل محاولة السيطرة عليها وتكميمها وتوجيهها بالاتجاه اللي هم بدهم إياه الأشخاص المعنيين. يعني احنا للأسف قاعدين نطالب تعديل قانون المطبوعات والنشر لرفع سقف الحرية للصحفيين. نجي قضايا مثل هاي قاعدة بترجعنا لوراء كمان 10 سنين، وهذا في أنا بالنسبة لي نوع من السيطرة على الإعلام، مع أنه الخبر وارد فيها كذا أخبار ونازل بالتلفزيونات الرسمية يعني العراقية، ووارد بصحف رسمية وبكتب رسمية صادرة عن جهات رسمية عراقية تم طلبهم للشهادة على هاي الكتب وأنها صادرة عنهم ومن خلالهم. رئيس مجلس النواب العراقي ومحافظ البنك المركزي العراقي والنائب سوران عمر.